في إحدى المؤجلات وفي إحدى السهرات الأهلي بيقسو على الاتحاد السكندري ومتقدم حتى الآن 4-1 في مباراة بجد بجد بجد. يعني الأهلي مدخل 3 أهداف بعيدا عن ركلة الجزاء، بس بركلة الجزاء بصراحة لأن برضو مشاطة حلو من باسم، من وسام آسف. كورة رضا سليم، الهدف اللي مدخله بايده برجله اليسرى، الكيرف والسويرف وفي مدافع قدامه. بجد بجد هدف رائع جدا جدا جدا، بالاضافه بقى للشوطه والتصويبه والقذيفه اللي من رجل عمر كمال. الاربع اهداف بتوع الاهلي داخلين في الجهه اليمنى، يعني لو متفقين تقريبا مش هيدخلوا الاربع تجوان في الجهه اليمنى، بما فيهم ركلتين الجزاء برضو في الجهه اليمنى. المباراه كانت بتوع الاهلي، لعيبه الاهلي كانوا بيألفوا فيها، يعني اللعيبه كانت بتألف النهارده في تأليفات كتيره، سواء في الباصات سواء في اتخاذ القرارات. بس الحاجه الوحيده الحلوه النهارده ان الكور اللي جت قدام الجون تقريبا خلصت. المباراه هي انتهت فعلا 4-1. مشاركه كريستو النهارده ما عملش حاجه بس نزل، حاسس طبعا ان هو زعلان جدا جدا جدا. يعني هو حاسس ان هو زعلان، واحنا بصراحه زعلانين ان هو ما بيشاركش بجد. الماتش دوت كان المفروض خد من قبل كده، يعني ممكن مثلا من الدقيقه، بس هو بصراحه واقف على الخط من الدقيقه 5 ومن الدقيقه 78 بصراحه. من الدقيقه 78 ونزل في الدقيقه 83، الكره 5 دقائق في الملعب ما طلعتش، بمنتهى الصراحه. بجد التوفيق النهارده كان مع الاهلي. امام تقريبا بقى مجهد، لان في كورتين كده في بدايه الشوط الثاني بعد ما الاتحاد دخل الجول بتاعه كان في سنه بطء، سواء في الارتداد بتاعه او في التحرك الامام. عمر كمال بصراحه يستحقها، هو رجل المباراه النهارده بامانه، بصراحه يستحقها جدا النهارده. هو تقريبا اللعيب المستوى كان ثابت بجد، فبجد شكرا لعيبه الاهلي كلها. مصطفى شوبير لا يسأل على الهدف اللي دخل فيه، هو زي ما قلت كان تراخي من اللعيبه من بدايه ما نزلوا من الشوط. مش عارف بقى دي كانت تعليمات كولر ان هو يستنوا ويدافعوا ويلعبوا على الهجمه المرتده تحضيرا لماتش الترجي ولا لا، ولا هي اللعيبه اللي كانت نازله كده. بس في الختام مبروك للاهلي، مبروك لكل جماهير، وان شاء الله تكمل على خير كده. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي خد 3 مراكز قدام، من المركز ال11 بقى مركز 8 تقريبا، مركز 8. وان شاء الله مع باقي المؤجلات ان شاء الله يعدي ويوصل المركز الطبيعي بتاعه الاول. وان كان في الدور الاولاني صعب يبقى اول، يعني في الدور الاولاني بالنقط اللي اهدرها كتير ممكن يبقى تاني ان شاء الله في الدور الاول. انا بتكلم عن الدور الاول، لكن ان شاء الله ان شاء الله الدوري ان شاء الله بتاع الاهلي. والف الف مبروك.